بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر معنا في درسنا الماضي شيئا من علامات الساعة الصغرى، وهي العلامة 19 التي هي الفتوحات الإسلامية. وذكرنا أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبر عن هذه الفتوحات بكلام عام، وهو انتشار الإسلام في ربوع الأرض، وبأدلة خاصة ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعض البلاد التي ستفتح على أيدي المسلمين. وذكرنا حديث نافع بن عتبة عند الإمام مسلم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم تغزون فارس فيفتحها الله، ثم تغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله. وذكرنا شيئا من الفتوحات التي ظهرت بقتال المرتدين وما بعد ذلك. ونأتي الآن إلى ذكر الفتوحات التي وقعت في بلاد استولت عليها فارس. فالفرس كانوا مستولين على بلاد العراق وما وراءها من بلاد المشرق، إلا أن المسلمين واصلوا دربهم في الفتوحات جهة المشرق وجهة المغرب، نحو الفرس ونحو الروم. فأما الفتوحات التي وقعت في بلاد العراق وما بعدها فهي كثيرة. أول معركة ولقاء بين المسلمين والفرس بمعركة تسمى ذات السلاسل. وسميت ذات السلاسل لأن الفرس سلسلوا أنفسهم بقيود وسلاسل وأغلال حتى لا يفروا، فكانت المجموعة التي تبلغ 1000 رجل يقيدون ويسلسلون أنفسهم بسلسلة واحدة حتى لا يفر منهم أحد، أي ليثبتوا في مواجهة المسلمين. أرسل خالد بن الوليد، والقائد في هذه المعارك التي جهة المشرق في بلاد العراق وما بعدها، كان القائد الكبير فيها هو خالد بن الوليد رضي الله عنه، وهو الذي سماه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسيف الله، ووصف بهذا الوصف العظيم: فلا يضع سيفه على أحد من الكفار إلا قطع. أرسل خالد بن الوليد رسالة إلى هرمز الذي كان قائد جيوش الفرس في هذه المعركة، رسالة قال له: أما بعد، فأسلم تسلم، أو اعتقد لنفسك وقومك الذمة وأقرر بالجزية، وإلا فلا تلومن إلا نفسك، فقد جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. وصلت هذه الرسالة على أن يختار له إحدى ثلاث: إما الإسلام أو الجزية أو القتال. فإذا بهرمز يدعو خالد بن الوليد للمبارزة، فخرج إليه خالد، وكان قد عمل هرمز خطة وخداعا لقتل خالد، لكنه لم يتمكن ولم يفلح من ذلك، وانتصر المسلمون في هذه المعركة. ثم مرت أخرى وهي معركة المذار بقيادة قارن، أحد قادة جيوش الفرس، وانتصر فيها المسلمون. ثم معركة أخرى تسمى الولجة،
وهذه المعركة قدموا إلى خالد بن الوليد رجلا كان يعدل عند الفرس ب1000 رجل على أن يبارزه أمام الجيشين، وكان رجلا ضخما من الفرس، كان رجلا ضخما، فإذا برجل من المسلمين يخرج إليه فرفض أن يقاتله أو أن يمد يده إليه إلا أن يخرج خالد، وكان له ساطور عظيم ضخم يستطيع أن يهوي إلى مسافة 2 وأبعد، يريد أن يضرب خالد أو أن يقتله في أول لقاء لينهزم المسلمون، لكن الله سبحانه وتعالى أيد خالدا بنصره، فهو الذي إذا وضع سيفه على رجل أو على أمة جعل ذلك السيف قاطعا صارما بفضل الله عليه. فخرج إليه خالد فإذا به يتقدم إليه فضرب ضربة خرج منها خالد بن الوليد، فإذا بالرجل يسقط على يديه فيضرب خالد يده بالسيف، يد ذلك الفارسي بالسيف، فيقع مجندلا لا يستطيع أن يقوم على شيء. ثم أجهز عليه خالد بن الوليد ودعا بطعامه ليزداد الفرس حسرة إلى حسرتهم، دعا بطعام له ليأكل بين الصفين بعد مقتل ذلك الرجل، فانهزم الفرس وانتصر المسلمون. جاءت بعدها معركة أخرى اسمها معركة الليث وانتصر فيها المسلمون. جاء فتح آخر بدون قتال لمدينة اسمها أمغيشيا، أرسل خالد فيها غنائم كثيرة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما رأى المسلمون تلك الغنائم الكثيرة كبروا، فقال أبو بكر الصديق: يا معشر قريش، عدا أسدكم على الأسد فغلبه على خراذيله، أعجزت النساء أن يلدن مثل خالد؟ أعجزت النساء أن يلدن مثل خالد؟ فكانت هذه تزكية من أبي بكر الصديق رضي الله عنه لهذا الفارس البطل. وجاء فتح آخر لبلدة أخرى من بلاد فارس وهي الحيرة، وهذه قد تحدث عنها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على وجه الخصوص بأن الحيرة ستفتح وتصير في وطأة الإسلام وأهله. عرض خالد بن الوليد على أهل الحيرة واحدة من 3: إما أن يدخلوا في دين الإسلام وذلك خير لهم، أو أن يقروا بالجزية وينصرف عنهم، أو أن يناجزهم وينابذهم. فإذا بهم يتحيرون في هذا الأمر، فأرسل رسالة أخرى: إن لم تقبلوا واحدة من 3 فقد جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. فقالوا: بل نعطيكم الجزية. فقال خالد: تبا لكم، هل لكم في الإسلام؟ يعني خير لكم أن تسلموا، وإن كنا سنقركم على الجزية لكن خير لكم أن تسلموا، فإن الكفر فلاة مضلة، فأحمق العرب من سلكها. أحمق العرب من سلك هذه الفلاة وهذه الصحراء التي هي صحراء الكفر والعياذ بالله. وتم لخالد فتح الحيرة، وأبقى عليها القعقاع ابن عمرو التميمي أحد فرسان العرب المشهورين. ثم جاوز هذه المدن إلى مدن أخرى فاتحا رضي الله عنه، حتى وصل إلى قوم أبوا أو تمنعوا منه، ففتحت على يده على إقرارهم بالجزية مقدمة تلك المدينة التي هي الأنبار، كانت تسمى بذات العيون.
وقدم إلى خالد بن الوليد شراب فيه سم، فسمى الله عليه وشرب فلم يضره شيء. فأسرع رجل يسمى عمرو بن عبد المسيح إلى خالد وإلى القوم الذين كانوا حوله، فقال أشربه؟ قالوا نعم شرب. فماذا هناك؟ قال به سم يقتل جملا. فقال خالد بن الوليد ذلك لا يضر بإذن الله، فلم يضره شيء. فلما رأى هذا الموقف هذا الرجل قال والله يا معشر العرب لتملكن ما أردتم ما دام هذا فيكم، لتملكن ما أردتم أي من البلاد كلها من الأرض كلها ما دام هذا فيكم، أي خالد ابن الوليد. بهذا الفتح وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حين قال لعدي بن حاتم يا عدي بن حاتم هل رأيت الحيرة؟ قال لا يا رسول الله ولكني أنبئت عنها. قال فإن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله. الفتح الثاني فتح الأنبار، وهذه المنطقة سميت بذات العيون، وذلك لكثرة من أصيب من الفرس في عيونهم حتى بلغ من أصيب منهم 100 أو 1000 رجل، بسبب أنهم لم يقبلوا واحدة إلا الأخيرة، لم يقبلوا الأولى الإسلام ولا الجزية، بل أرادوا الحرب. الثامنة هي عين التمر، منطقة تسمى بعين التمر، ثم انتصر المسلمون فيها وفتحت لهم دومة الجندل بضم الدال، ويشتهر في ذكر هذه الكلمة بفتحها والأفصح ضمها، دومة الجندل. قال فيها أمير من أمرائها لما علم أن خالد بن الوليد قد اقترب أعطاهم نصيحة لبقية الأمراء في تلك البلد. قال لهم، واسم هذا الأمير أكيدر، قال لهم أنا أعلم الناس بخالد، لا أحد أيمن طائرا منه، يعني حظه طيب كله طيب، ولا أحد في حرب، قوي في حرب، ولا يرى وجه خالد قوم أبدا قلوا أو كثروا إلا انهزموا عنه، فأطيعوني وصالحوا القوم، صالحوهم. قال فأبوا عليه فانصرف عنهم هذا الرجل بمن معه من قرابته، وقال لهم لن أمالئكم على حرب خالد فشأنكم، لن أمالئكم على حرب خالد فشأنكم مع خالد. ثم وقعت وقعة أخرى تسمى الحصيد، ثم المصيخ، ثم الوقعة الأخيرة التي توقف عندها خالد ليتجه جهة الروم، وهي وقعة الفرار. هذه 11 وقعة على التتالي والتتابع، توقف عند 11، وكانت هذه الوقعة الأخيرة قد طلب الفرس من الروم معونة، وكان هناك سبب لتوجه خالد إلى بلاد الروم، بلاد الشام التي كان يتملكها الرومان. فاجتمع الفرس والروم في هذه الوقعة، فزحفوا بزحف كبير وجمع غزير حتى وصلوا قريبا من نهر الفرات، فقالوا له، أرسلوا إليه رسالة قائلين إما أن تعبر النهر إلينا وإما أن نعبر إليك، فأرسل إليهم أن يعبروا إلينا أنتم. فلما وصلت هذه الرسالة ورأوا كلام خالد قالت الروم والفرس بعضهم لبعض احتسبوا ملككم،
احتسبوا ملككم، هذا رجل يقاتل على دين وله رأي وعقل. فلما عبروا النهر لم يمكنهم خالد من البقاء على البر حتى أثخن فيهم جدا، فشرد من شرد وهرب من هرب. جاءت إثر ذلك رسالة من أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى خالد بن الوليد يأمره بأن يتوجه بمدد إلى بلاد الشام لقتال الرومان. وكان قد أمر على الجيوش التي كانت في بلاد فارس، في بلاد العراق وما جاورها من جهة المشرق، كان قد أمر عليهم رجلا خبيرا بالفرس اسمه المثنى ابن حارثة الشيباني، وكان عراقي الأصل، إلا أنه كان أول من جرأ العرب المسلمين على العجم، أول من جرأهم عليهم، لأنهم كانوا يعدون قتال العجم مستحيلا. العرب لم تعتد قتال العجم، لكن بما أن الإسلام فيه العزة والقوة وفيه يعني النصر المحقق، إذا بهم يواجهون أعدادا وآلافا مؤلفة من العجم دون مبالاة. فأبقاه على تلك الجيوش، ثم انطلق في 5 أيام متتابعة، تزود الماء قبل السفر، فلم يقف إلا في بلاد الشام، بل إنه أدركته ليلة قبل آخر ليلة من لياليه التي سافر فيها من بلاد العراق إلى بلاد الشام. قال له رجل: لم يبق أمامك إلا ليلة، إن أصبحت وقومك ومن معك في غير الشجرة التي أخبرتك أصبح قومك هلكا، أي موتا، سيموتون. فإذا به يشد على القوم أن يواصلوا مسيرهم ليلة كاملة دون أن يشعروا، فما أصبح الصباح إلا وهم عند المكان المعين الذي فيه الماء. فقال كلمته المشهورة: عند الصباح يحمد القوم السرى، أي عند الصباح عند أن يتضح يحمد القوم السرى، أي السير ليلا، لأنهم طلبوا منه أن يبيتوا تلك الليلة، لكن رفض إلا أن يستمروا. فوصل إلى بلاد الشام وأخذ القيادة كلها لجيوش الشام، وكانت عدة جيوش، منها جيش بقيادة أبي عبيدة ابن الجراح، وجيش بقيادة عمرو ابن العاص. ووقعت قبل معركة اليرموك وقعة كبيرة اسمها وقعة أجنادين، ثم وقعت اليرموك الفاصلة بين جيوش المسلمين وجيوش الرومان، ثم معركة أخرى كان فيها فتح بيت المقدس، ثم المعركة الأخيرة في زمن عثمان بن عفان وهي معركة ذات الصواري. هذه بلاد فارس وبلاد الروم تفتحت كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن فتح بلاد مصر، فقال عليه الصلاة والسلام كما روى مسلم عن أبي ذر: إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط أو يذكر فيها القيراط، فإذا فتحتموها فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحيما. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن فتح مصر، وقد فتحت مصر على يد ذلك القائد المحنك والصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه. واستوصى المسلمون بأهلها خيرا ودخل الناس في دين الله أفواجا. وذكر الرسول عليه الصلاة والسلام فتحا آخر وهو الذي نختم به، وهو فتح القسطنطينية.
هذا من جملة الفتوحات. فما هي هذه البلاد؟ القسطنطينية هي المعروفة حاليا بإسطنبول، مدينة من مدن تركيا، وأيضا كانت تسمى قديما ببيزنطة، قديما كانت تسمى بيزنطة. وقبل هذا الاسم كانت عند العرب مشهورة بالقسطنطينية نسبة إلى قسطنطين ابن هرقل أحد أمراء الروم الذي بنى عليها حصنا منيعا. هل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن فتحها؟ الجواب نعم. فقد روى أحمد والدارمي وغيرهما عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينما الناس حوله إذ سئل أي المدينتين تفتح أولا، قسطنطينية أم رومية؟ أي المدينتين تفتح أولا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام مدينة هرقل تفتح أولا، يعني القسطنطينية. وهذه القسطنطينية مع رومية نسبة إلى روما، وروما هي عاصمة إيطاليا حاليا. ستفتح هاتان البلدتان والمدينتان كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهل فتحت؟ الجواب: كان أول مساهمة في فتح القسطنطينية في عهد معاوية رضي الله عنه، إذ أرسل جيشا وكان فيهم من الصحابة أبو أيوب الأنصاري إلى هذه المدينة التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن فتحها، لكنه لم يتم لهم الفتح، فرجعت جيوش المسلمين ومات أبو أيوب الأنصاري في تلك أو قريبا من تلك المدينة ودفن هناك. فأرسل ملك القسطنطينية إلى يزيد ابن معاوية عند أن كان أميرا، أرسل إليه رسالة: إن ذهبتم وخليتم قبر صاحبكم لننبشن قبره. فأرسل لهم رسالة قال فيها: لئن بلغني أنه نبش قبره لا تركت بأرض الإسلام كنيسة ولا معبدا إلا هدمته، ولا يهوديا ولا نصرانيا إلا قتلته. فلما سمعوا أو وصل إليهم هذا الخبر تركوا قبر أبي أيوب الأنصاري ولم ينبش. ثم جاء زمن مسلمة ابن عبد الملك أحد أمراء بني أمية، فأراد أن ينطلق إلى القسطنطينية فوصل إليها، فما زال محاصرا لها على أن يقبلوا منه الإسلام أو الجزية. فتمنعت تلك المدينة، ففي الأخير صالحوه على أمر أن يبنى مسجد لمن كان مسلما داخل المدينة، يبنى مسجد داخل المدينة، وبني بها مسجد داخل المدينة. ثم جاء زمن الخلافة، خلافة بني عثمان، الخلافة العثمانية، فقام الخليفة الفاتح محمد الفاتح بفتح هذه المدينة، وتم له الفتح لكن بقتال. وهناك فتح سيكون في آخر الزمان وفي آخر علامات الساعة الصغرى، فتح للقسطنطينية بعد أن تغلق ويتمنع الكفار عليها، ستفتح بالتهليل والتكبير، أي بقول الله أكبر لا إله إلا الله، فتنفتح أسوارها أي تسقط أسوارها ويتم الفتح بدون قتال. وهذا لم تفتح هذه المدينة إلى الآن بهذه الصورة، أي بدون قتال. نكتفي بهذا القدر وإلى هنا، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله.